السلام عليكم حبيباتي، كي دوزتوا العيد ان شاء الله تكونوا دوزتوه بالصحه والسلامه وتكونوا فرحانين ديما ان شاء الله. ومع الوصفات لزياده الوزن غادي نشارك معكم واحد الوصفه مسمينه بامتياز. كيف ما عودتكم ديما وصفاتي طبيعيه ومجربه، نتيجتها مضمونه 100% وامنه. وصفه اليوم غادي تسمن جسمكم كله، حنيكات اليدين، السيقان، كتعمرهم من داك الشي الرفيع. اللي باغيين يعمروا غير المناطق معينه، هاد الوصفه ما تصلحش ليكم. الصراحه هاد الوصفه كتغلظ الجسم كله، كتسمنك من راسك حتى لرجليك. غادي ندخلوا ان شاء الله مباشره ونتعرفوا على الوصفه ان شاء الله، ونتعرفوا على المكونات وكذلك طريقه الاستعمال. غير خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. ما تنسوش حبيباتي اللايك للفيديو والبارطاج باش كلشي يستافد باذن الله. فالدال على الخير كفاعلين، ويلا معايا. الله على بركة الله. اللهم صل وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تتوما صلوا على الحبيب في التعليقات باش يكون ليا ولكم الأجر. ونبداو على بركة الله بأول مكون إن شاء الله اللي غنحتاجو، هو المسحوق الحمص أو البودرة الحمص أو الحمص المطحون. راه الحمص زوين بالنسبة للبنات أو الرجال اللي باغيين يزيدوا زيادة الوزن، خصوصا في الجسم كامل. راه المسحوق الحمص كيزيد في الوزن رائع جدا وسريع، لأنه فيه واحد النسبة عالية ديال السعرات الحرارية، حيث أن كل 100 غرام ديال الحمص كيحتوي على 364 سعرات حرارية. في واحد النسبة مهمة جدا جدا أيضا من البروتين. تقدروا تعوضوا اللحم بالحمص. راها شنو نقول لكم، راها روعه روعه بالنسبه للبروتين، راه زوين 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 جدا. وايضا حبيباتي الحمص راه فيه كل الفوائد اللي تحتاجوها الجسم ديالكم من بروتين، من عناصر مهمه غذائيه مثل الالياف، مثل الكالسيوم، مثل الحديد، مثل البوتاسيوم، مثل الفوسفور، الزنك. ايضا فيه كربوهيدرات، وكربوهيدرات من العناصر المهمه لانها كتزيد في الوزن وكتزيد في الحجم العضلات، وكيقلل الحمص نسبه الكوليسترول، وايضا كيضبط معدل السكر في الجسم. مفيد جدا جدا للصحه. راه الحمص راه زوين زوين زوين. اول حاجه حبيباتي غنحتاجو الحمص يكون مطحون. غنوريكم الطريقه باش تحصلوا عليه بودره بحال هذا الشكل. غتاخدوا ليا كاس ديال الحمص عادي، الحمص اللي كنديروه في الحريره. تاخدوا ترقدوا لمده ساعتين في الماء وتخليوه حتى يترقد وكيتنفخ وصافي كيرطب معانا. غادي تاخدوا تصفيو وتاخدوا الحمص وتقليوه في المقلاة. ما تاخدوش الحمص كيتباع في الاسواق مقلي، لانه كيكون فيه الملح، وحنا ما بغيناش الوصفه فيها الملح. انا كنعطيكم الوصفه الصحيه والمزيانه واللي كتفيد الجسم ديالنا وما يكونش فيها طبعا الملوحه. صافي هذه الطريقه. او تاخذوا الحمص بدون ترطيب، تاخذوا غير حمص عادي تقليوه صافي وطحنوه. وبالنسبه للطحانه، اي طحانه ممكن تحل لكم الحمص ترجعوا لكم بودره، راه ساهل ماهل. واللي بغاتو تشريه من الاسواق مطحون وما عندهاش الوقت، تاكد من ان البائع غيطحن لها الحمص قدام عينيها وتاخذوا ان شاء الله وتناولوا في هذه الوصفه. راه وصفه زوينه زوينه بزاف. غير ما تنساونيش من اللايك والبارطاج باش كلشي يستافد باذن الله. وندوز معكم الى المكون الثاني ان شاء الله. بالنسبه للمكون الثاني هو المسحوق الشوفان او البودره ديال الشوفان او الخرطال، ما يسمى بالخرطال. الخرطال ما شاء الله الشوفان تقدر الناس اللي بغاو يزيدوا في الوزن ممكن يزيد لهم الوزن، والناس اللي باغيين ينقصوا في الوزن يقدر الخرطال ينقص لهم في الوزن. غير هوايا شنو الفرق، انه في الوقت، يعني امتى كتناولوه. هذاك الوقت اللي غادي تناولوه فيه هو اللي كيخليكم واش تزادوا في الوزن ولا تنقصوا في الوزن. بالنسبه لزياده الوزن دائما خاص يكون بعد الوجبات باش غادي تزادي في الوزن. راه فيه سعرات حراريه عاليه، فيه البروتين، فيه فوائد كثيره كثيره بالنسبه للناس اللي باغي يزيدوا في الوزن. نمر حبيباتي لمكون الثالث، هو الحليب المجفف نيدو. حليب مجفف زوين، فيه سعرات حرارية عالية،
فيه بروتين، فيه كل العناصر المفيدة، كيساعد في الوزن بطريقة رهيبة. حليب كامل الدسم، فيه الكالسيوم، زوين بزاف. اي نوع ديال الحليب مجفف متوفر عندكم. غير انا كنعطيكم نيدو، لان النيدو من احسن الحليب المجفف اللي درتو في الوصفات لزياده الوزن، كيعطي واحد النتيجه هائله. ودابا نمروا لطريقه التحضير. على بركه الله وصلنا حبيباتي الطريقه اللي غادي نديروها ان شاء الله. غناخذوا ونحتاجوا كاس ديال الماء كيف كتشوفوا صافي، وغادي نديروا به هاد العناصر ان شاء الله. غادي ناخذوا فيه اول حاجه هو الحليب المجفف بودره. الحليب زوين خصوصا نيدو، فيه بزاف ديال الفوائد كثيره ان شاء الله. غناخذوا 2 معالق كبار ديال الحليب نيدو، يعني الحليب المجفف. نضيفوا ايضا ملعقه كبيره ديال مسحوق الشوفان، وغنديروا ملعقه كبيره ايضا ديال المسحوق ديال الحمص. صافي، وغادي نخلطوا الكوب ديالنا. عرفتوا بالنسبه للحمص راه كيجي بنين. غتناولوا هاد المشروب اللي فيه هاد المكونات غيجيكم بنين، يعني غتحسوا بان هاد الوصفه تقدروا تداوموا عليها لانها بنينه ولذيذه ما شاء الله. نخلطوا مزيان الكوب ديالنا قبل ما نتناولوه. بالنسبه للماء، ماء عادي من صنبور. صافي حبيباتي، غادي نخلطوا. غادي تناولوا هذا الكوب ان شاء الله كوبين في النهار، يعني كوبين في اليوم ديالنا. غناخذوا الكوب بعد الافطار، يعني بعد الفطور ديال الصباح، وكوب اخر قبل النوم. قبل النوم مباشره ناخذوا كوب اخر ان شاء الله. عرفتوا راه ما غاديش تدوزوا واحد الوقت طويل حتى غتبان لكم النتيجه سريعه باذن الله. غير نتوما داوموا عليها حتى توصلوا للجسم ديالكم اللي بغيتوه والوزن اللي بغيتوه. راه زوين بزاف، اكثر ما انه كيزيد في الوزن. هذا المشروب اللي عطيته لكم فيه فوائد وعناصر غذائيه اللي مهمه للجسم ديالنا، كيعطينا بزاف ديال الفوائد اللي غيبغيها يحتاجها الجسم ديالنا. راه زوين، والمكونات كلهم زوينون ما شاء الله. راه رائع جدا. اش نقول لكم، راه هاد الوصفه مسمينه بامتياز. راه ما شاء الله المكونات ديالها طبيعيه، كما عودتكم كنعطيكم المكونات طبيعيه وامنه وما فيها حتى شي اضرار. وتبارك الله غادي هاد الكوب هذا ما كيعطيكمش على الجسم، كيملأ لكم الجسم ديالكم كامل من راسكم حتى لرجليكم، لا كيعمر لكم حتى الخدود ويعمر لكم السيقان. وما شاء الله شنقول لكم، روعه جدا. حتى اللي عندها اليدين ضعاف يعمر لها اليدين ويسمنهم. ما شاء الله هذه الوصفه زوينه. عطيوها لوليداتكم ايضا، الرجال النساء كل شيء يديرها امنه. وكنتمنى ان هذا الفيديو ما تخليوش عندكم، تبارطاجيو مع الاصدقاء والمعارف باش تعم الفائده. فالدال على الخير كفاعله. وان شاء الله مع الوصفات جديده باذن الله نعطيها لكم في هذا بعد العيد ان شاء الله، وصفات مسمينه زوينه تحتاجوها باذن الله. وكنشكركم على المتابعه والمشاهده، ونشوفكم فيديو الجاي. الى اللقاء.